هلو، اهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم الماني بالعربي. الفيديو ده بناء على طلبكم هنتعلم من فعل واحد 16 كلمة وجملة، ده غير تصريف الفعل. الفعل الاساسي معانا هو فعل نيمن. نيمن يأخذ. تابعوا معايا الفيديو واكيد هتتعلموا وتستفادوا منه كتير. زي ما اتفقنا ان الفعل الاساسي معانا في الدرس هو فعل نيمن. نيمن يأخذ. نشوف تصريف الفعل ده مع الضمائر الشخصية وبعدين نتعلم منه 16 كلمة وجملة مشتقات الفعل. تصريف الفعل مع إيش هيبقى نيمة. نيمة إيش نيمة. إيش نيمة أنا أأخذ. مع دو هيبقى نمست. نمست دو نمست. دو نمست أنت تأخذ. مع إيه وزي وإس هيبقى نمت. نمت هو أو هي تأخذ. ومع في هيبقى نيمن. نيمن هيرجع الفعل لأصله. نيمن نحن نأخذ. ومع إيه هتبقى نمت. نمت أنتم تأخذون. إيه نمت. ومع زي نيمن. نيمن هم يأخذون. زي نيمن. ولو عايزين نخلي الفعل سؤال هنحطه في بداية الجملة وهيبقى سؤال بمعنى هل. نيمن زي هل تأخذ. نيمن زي. طيب احنا كده خلصنا تصريف الفعل مع الضمائر الشخصية. تعالوا نشوف بقى ازاي هنطلع من الفعل ده 16 كلمة وجملة. لو حطينا قبل فعل نيمن مت هتبقى مت نيمن. مت نيمن بمعنى يأخذ معه. يأخذ معه مت نيمن. ولو حطينا قبل نيمن أين. أين هتبقى أين نيمن. أين نيمن بمعنى يتناول الطعام أو الدواء. أين نيمن. ولو حطينا قبل نيمن أوس. أوس هتبقى أوس نيمن. أوس نيمن بمعنى يخرج أو ينزع. أوس نيمن. ولو حطينا قبل نيمن أب. أب هتبقى أب نيمن. أب نيمن بمعنى يفقد الوزن أو ينقص. أب نيمن. ولو حطينا قبل نيمن أن. أن هتبقى أن نيمن. أن نيمن بمعنى قبول أو يقبل أو يتقبل. أن نيمن. ولو حطينا قبل نيمن أوبا. أوبا هيبقى أوبا نيمن. أوبا نيمن بمعنى يتولى أو يتقاضى. أوبا نيمن. ولو حطينا قبل نيمن انت. انت هتبقى انت نيمن. انت نيمن بمعنى إزالة أو يستخلص أو يأخذ من. انت نيمن. ولو حطينا قبل نيمن فا. فا هتبقى فنيمن. فنيمن بمعنى يسمع أو يحقق. فنيمن. ولو حطينا قبل نيمن هناين. هناين هتبقى هناين نيمن. هناين نيمن بمعنى يأخذ داخل. ولو حطينا قبل نيمن zurück. zurück
هتبقى zurücknehmen. zurücknehmen بمعنى يسترد أو يتراجع. ولو حطينا قبل nehmen vor هتبقى vornehmen. vornehmen بمعنى يقوم بي أو ينوي. vornehmen. ممكن كمان أقول ich nehme dich ernst. ich nehme dich ernst. ich nehme dich ernst. أخذك على محمل الجد. ممكن كمان أقول ich nehme dich fest. ich nehme dich fest. ich nehme dich fest. أعتقلك. لو لاحظنا فرق في الجملتين هنلاقي إن آخر كلمة بس اللي اتغيرت، وهنكمل هكذا في باقي الجمل. تالت جملة معانا ich nehme dich an. ich nehme dich an. ich nehme dich an بمعنى أقبلك. ich nehme dich auf. ich nehme dich auf. ich nehme dich auf بمعنى أستقبلك عندي. ich nehme dich mit. ich nehme dich mit. ich nehme dich mit بمعنى أخذك معي. ich nehme dich mit. طيب الجملة دي أنا مش هقول معناها إيه، وهسيبكم انتوا تكتبولي في التعليقات. هستنى إجاباتكم. وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لو حابين نتكلم عن أي مواضيع معينة ممكن تكتبولي في التعليقات. تشوس.